كمان في نقطة تانية مهمة عايز اقولك عليها. لو فرضنا ان في مشكلة، ودي كتير مننا بيقع فيها يا جماعة، في مشكلة حالية وانا قاعد انا وزوجتي بنحل في المشكلة ديت، او في طرف تاني قاعد او تالت من اهلي او من اهلها وقاعدين بنحل في مشكلة واقعة حاليا، مفيش داعي ابدا ساعة ما بتكون قاعد تحل الخلافات بينك وبين زوجتك انك تستشهد بخلافات الماضي على الحاضر. ايوه اصل انت نسيتي، انت ما انت عملت في سنة كذا عملت كذا وكذا. ايه تبقى بنتك عروسة وانت قاعد بتحل مشكلة حاليا وتفكرها بموقف حصل منها لما البنت الصغيرة ديت او العروسة دي كان عندها سنتين. خبر ايه يا عم، في ايه؟ ده ماضي. بلاش تستشهد بخلافات الماضي على الحاضر، انت كده مش بتحل. لانك انت لما بتستشهد بمواقف ليها سلبية او سيئة في الماضي على المشكلة اللي انت بتحلها دلوقتي، انت كده بتحل مش بتحل. والله لا فائدة من ذلك الا انك هتؤدج نار المشكلة وتزود اشتعالها وتزود الحدة فيها. انت كده مش بتحل، ده ماضي. اصل انت قبل كده عملت كذا وكذا، قطع المحضر قطع المحضر، خلاص ده ماضي وانتهى، اتحل وخلاص. خليك في المشكلة الحالية. لازم تنسى الخلافات اللي بينك وبينها في الماضي عشان تقدر تستمر في الحياة الزوجية بينك وبينها. وإلا لو في كل موقف هي قاعدة تقول لك أصل أنت عملت وأنت قاعد تقول لها أصل أنت عملتي، أنتوا كده مش بتحلوا يا جماعة. ده أنتوا كده بتدوروا على العراقيل والعقبات اللي تعمل بينكم مشاكل. وربنا عز وجل بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن المودة والرحمة إن أنت تنسى وهي كمان تنسى. مشكلة حصلت وانتهت وردمنا عليها، سواء بقى اتحلت او ما اتحلتش، خلاص قطع الصفحة قطع المحضر، انسى خليك في اللي جاي. لان زي ما قلت لك مفيش فايدة من ذكرها غير انك انت هتزود حدة الخلاف وتشعل نار المشكلة اللي انت بتحل فيها دلوقتي. وممكن تكون المشكلة بتاعت دلوقتي ملاش اي علاقة بالمشكلة اللي حصلت قبل كده في الماضي. فجماعة لازم نمسح خلافات الماضي، تمحى، نمسحها، نقطع الصفحة بتاعتها ونرميها في الزبالة بكل عيوبها بكل سلبياتها، عشان نقدر نواجه بقى المشاكل. لان احنا مش فاضيين، والله ما احنا فاضيين. عايزين نواجه بقى مشكلاتنا اللي جاية في الحاضر، ونشوف المشكلة اللي بنناقشها دلوقتي عشان نقدر نحلها، عشان تقدر تستمر الحياة الزوجية بيني وبين زوجتي.